اللي كتشوفوا في الفيديو حاليا ردة فعل وزير الخارجية الجزائري محمد عطاف. وهو في محادثة يبدو أنها متقطعة مع الأمين العام للأمم المتحدة. صراحة ما نكذبش عليكم الإخوان، ما عمري شفت أنا الدبلوماسية الجزائرية في هذا المستوى المتدني منذ عقود، أو ربما أول مرة كنشوفها فأنا وصلت لهذا المستوى، أنها تستجدي أمين عام الأمم المتحدة أو شخصية أممية، ويعني كأنه يتوسل له. يعني في عز الأزمات اللي كانت مع المغرب في العقود الماضية، لم تكن الدبلوماسية الجزائرية أو الخارجية الجزائرية بهذا الضعف اللي هي عليه دابا حاليا في عهدة عبد المجيد تبون. طبعا من يتابع حركات محمد عطاف الوزير الخارجية الجزائري غادي يفهم أنه الكلام كان يدور حول موضوع الصحراء المغربية، لأنه محمد عطاف ما غاديش يتطوع على جوج قدام الأمين العام الأمم المتحدة إلا بسبب ملف واحد عند الدبلوماسية الجزائرية تشتغل عليه، اللي هو ملف الصحراء المغربية. فأمين عام الأمم المتحدة يعني كأنه رفض مطالب وزير الخارجية الجزائري، اللي أكيد غادي تكون كدور حول حذف يعني البيان الرسمي ديال الأمم المتحدة اللي تم النشر ديالو بعد قرار مجلس الأمن، ويتم التعديل ديالو، لأن وزير الخارجية الجزائري خرج في الأيام الماضية وقال للصحافة أنه ما تقراوش يعني البنود الأولى ديال هذاك مشروع القرار الأمريكي، بل قراو البيان الختامي ديال 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 قرار مجلس الأمن، وأنه التعديلات اللي أضافتها الجزائر كانت مؤثرة وتنحاز للبوليزاريو والصحراويين الدولة ديالتهم، وأنه كذا كذا كذا. ولكن ملي جا البيان النص الرسمي ديال هذا القرار وطبعته الأمم المتحدة، اكتشف الجميع على أنه محمد عطاف كان يكذب، وأنه أنه المقترح ديال الحكم الذاتي بالمغرب اللي اقترحه المغرب هو اللي غيتم الاشتغال عليه في السنتين المقبلتين. ما كنتكلموش على عقد من الزمن أو سنوات طويلة، كنتكلموا على سنة ونصف، سنتين غيتم إنزال هذا المقترح ديال الحكم الذاتي إلى أرض الواقع والاشتغال عليه، وبالتالي هو الطريقة الوحيدة لحل النزاع، هذا النزاع المفتعل أو هذا المشكل. ف... فهذا الارتباك اللي فيه محمد عطاف كيدل على حاجة واحدة، أنه يشعر داخليا أنه كذب على الشعب ديالو. حتى النص ها هو يعني قدامي كيقول أنه نشرت الأمم المتحدة النص الرسمي للقرار 2797/2025 الصادر عن مجلس الأمن في جلسته رقم 10030 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي جاء ليكرس النهج الذي تبناه المجلس خلال السنوات الماضية بشأن ملف الصحراء، مؤكدا من جديد مركزية الحل السياسي والواقعي والدائمي المبني على التوافق. القرار الممتد لنهج مجلس الأمن منذ القرار 1954 لعام 2007 يعيد التأكيد على المرجعية التي بنيت عليها العملية السياسية، وعلى ضرورة التزام الأطراف بالمعايير الواقعية والبراغماتية وروح توافق. دابا كيتكلموا علاش هو اصلا يعني عطاف ما عجبوش الحال، لانه تم ذكر الجزائر على انها طرف رئيسي في هذا النزاع، وبالتالي خاصها تجلس مع المغرب في طاولة النقاش والتفاوض. ويعني دول العالم كلها عارفة أن راه الجزائر راه طرف في النزاع، وليست أبدا طرف محايد، ولم تكن طرف محايد في وقت من الأوقات. وبالتالي هذه الضبابية هذه يعني تم الإزالة ديالها وكل شيء اتضح. ويعني بما معناه انه مجلس الامن تيقول للجزائر سير رايحي مع المغرب، شوفي المشكل اللي عندك معاه وتفاوضي معاه، وقيلنا من داك السياسه ديال التقلاز من تحت الطابله، لانه بغينا هذا المشكل اللي يتحل. فالجزائر ما عجبهاش الحال، و يعني شوفوا حتى الشكل ديال محمد عطاف وهو ينحني للامين العام. الامين العام ما عنده ما يدير ليك، الامين العام تقريبا واحد الوظيفه اللي هي يعني شبه صورية إن صح التعبير. ما غادي يدير لك، ما يزيد لك، ما يقدم، وفقط يطبق ما يأتي من مجلس الأمن. فهذا هو الحال ديالكم. وسبحان الله، كل ما حفرتوا للمغرب كيجي ربي سبحانه وتعالى كيف واحد الوقيته من الأوقات كيدلكم. سنوات نتوما كتأمروا على الوحدة الترابية للمغرب،
وصرفتوا الملايين والملايير من الدولارات على شراء الدمام وتسليح مرتزقة. شوفوا الوضعية ديالكم دابا في المجالس الأممية واللقاءات الدولية، مبهدلين، متبهدلة. لا يعني ما تبغيهاش ما تبغيهاش العدو ديالك.